الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته ويسر لهم السبل، وجعل لهذه السبل أسبابا يعرفون فيها معالم الحق وطرائقه ونهجه والقرائن التي تدل عليه، وجعل الله سبحانه وتعالى صراطه مستقيما لا معوجا يصل فيه السالك إلى غايته بأيسر وقت وأسهله، من غير أن يسلك طرقا معوجة لا يرى غايته ببصره وإنما يرى مواقع قدميه. ولهذا جعل الله جل وعلا صراطه مستقيما وحبله متينا مستقيما يصل بالإنسان الطريق بأوضح الحجج، وجعله الله جل وعلا بينا ظاهرا لا تشوبه شائبة من الظلمة والغبش، فإن كان ثمة ظلمة من الفتن أو الجهل أزاحها الله سبحانه وتعالى بدلائل الحق من الكتاب والسنة. أنزل الله جل وعلا كتابه، وأنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام معه سنته، ولهذا كان الكتاب والسنة وحيان منزلان من الله جل وعلا، فالسنة موصوفة بالإنزال كالقرآن. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم حاكيا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغه لأمته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وكذلك فعله وتقريره لما يفعله أصحابه بالسكوت بعلامة رضا، أي أنه من رضا الله جل وعلا. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وقرنها بطاعته جل وعلا في 30 موضعا من كتابه العظيم، وقد جاء الأمر بذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإسناد في الدين لا يقف عند محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية من حديث أحمد بن زيد بن هارون أنه قال: إنما هو يعني وحي الله جل وعلا وشريعته الكاملة، إنما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله. وهذه هي الشريعة كلها من الله سبحانه وتعالى، فمن قدح في السنة بالجملة فهو قادح بالقرآن. ولهذا السنة هي قسيمة للقرآن وموضحة ومبينة له. ومن أراد أن يفهم الشريعة على وجهها فعليه أن يقرن مع القرآن السنة، وإلا قد وقع في كثير من الضلال والغي. وقد وقع في الأزمنة المتأخرة كثير من أهل الضلال والفتنة والشر وكذلك الجهل على تنوع صنوفهم وكذلك كثرة حججهم بالتملص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجج واهية، اتباعا لمشارب وأهواء، وكذلك طمعا في الوصول إلى غايات وإشباع النزوات، سواء نزوات نفسية أو غير نفسية. كل هذا قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما عرض الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة لمن يأتي من أجيال على اختلاف الحقب وكذلك البلدان، علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله جل وعلا بين يديه من الحجج البينة الظاهرة بعد نزول القرآن، جعل المعجزات الظاهرة التي يشاهدها الناس بين أيديهم، كانفلاق القمر فلقتين، وكذلك نبع الماء بين يديه عليه الصلاة والسلام وإخباره بالغائب، وكذلك ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من المعجزات التي يطول ذكرها. قد صنف فيها العلماء جملة من المصنفات في هذا الباب، وهذا ما يسميه العلماء في مصنفات دلائل النبوة. وقد أدرج العلماء عليهم رحمة الله جملة منها فيما يسمى بكتب العقائد. ولهذا لا يخلو كتاب من كتب السنة على طرائق الأئمة المتقدمين إلا ويدرجون
إلا ويدرجون هذه المسائل في كتب السنة، ولا أدل على ذلك من طرائق الأئمة في الكتب الستة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأضرابهم كالدارمي وكذلك ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أئمة الإسلام، يدرجون أمثال هذه الأمور في الإيمان وكذلك في مسائل الغيب، فإن لها أثرا في تصديق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الهدي. المعجزات أثرها على الحاضر أكثر ممن يأتي، وذلك أن من يأتي يكون إيمانه بهذه المعجزات واقف على ثبوت الخبر الوارد فيها، فإن كان من المقطوع المتواتر ككلام الله جل وعلا وكذلك متواتر السنة أخذ به، وإن كان مما ليس بمتواتر فإن الإيمان يتوقف على ثبوت ذلك، وهذا يتردد بين اليقين والظن. وهذا يرجع فيه إلى كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب علوم المصطلح وقواعده، ولا حاجة إلى إراده هنا. وبقي شيء قد أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة، وهو العلامات التي يجعلها الله جل وعلا أمارة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به مما يأتي في الأزمنة، وإن كان يتضمن في ذاته شرا على فئة معينة في ظاهر أمره، إلا أن مآله إلى خير. يؤيد الإيمان في القلوب ويثبته، وكذلك يغرس الإيمان في قلوب كثير من الناس ممن لم يطرأ عليه الإيمان من قبل. ولهذا يؤمن بعيسى عليه السلام خلق كثير، حتى من اليهود يؤمنون بعيسى لما ينزله الله جل وعلا عند بيت المقدس، وهذا ظاهر في كلام الله جل وعلا على قول جماعة من المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من المفسرين، أنه يؤمن به خلق كثير، وإن كان في نزول عيسى عليه السلام شر لمن كتب الله جل وعلا عليه الشر من أرباب الضلال والزيغ من أتباع المسيح الدجال كما يأتي بيانه. الله جل وعلا قد جعل الغيب من خصوصياته لا ينازعه في ذلك أحد، ومن نازعه في ذلك قد أشرك مع الله عز وجل غيره، ومن آمن بهذا الشيء فقد خرج من ملة الإسلام إن كان قد دخل في الإسلام قبل ذلك. ولا يؤمن أحد بالإسلام على وجه الحقيقة ويثبت معه حينئذ وصف الإسلام إلا ويؤمن بأن الغيب من خصوصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والاستثناء هنا في خصوصية الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا إذ استثنى الخلق من شيء وجعله من خاصته اللائق أن لا يشركه أحد من خلقه على الإطلاق، إلا بخصوصية بعض الأحوال في بعض الأزمنة والأمكنة، مما خص الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام، وما خص الله جل وعلا به بعض العارفين من أهل الدراية في أبواب النبوة كمسألة الرؤيا أو كذلك الأخبار التي يتناقلها الناس عن أنبياء الله جل وعلا. وهذا ضرب من ضروب معرفة الغيب الذي أذن الله سبحانه وتعالى به. الغيب من جهة الأصل لا يعلمه إلا الله، وأعظم هذا الغيب ما يرتبط فيه الناس بلقاء الله جل وعلا، فيكون كالباب الذي يدخل فيه الناس إلى لقاء الله جل وعلا، وذلك هو قيام الساعة. فعلم الساعة هو من خصوصية الله جل وعلا، فمن نازع الله جل وعلا في هذا الباب أو في شيء من فروعه وادعى علم ذلك فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، وكفر حينئذ بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخصائص قد سماها الله جل وعلا مفاتح الغيب، وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله.
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما يكون في الغد إلا الله، ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث والمطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فمن علم تمام الشروط علم زمن المشروط وهو قيام الساعة. ولهذا ما يذكره العلماء من النصوص بالأسانيد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وآماراتها إنما هو شيء يسير من أشراط الساعة، وذلك أن الإنسان إذا توفرت لديه جميع الشروط التي بتحققها يتحقق المشروط يعلم حينئذ أن الإنسان قد توفر فيه العلم اليقين في معرفة وقوع قيام الساعة. ولكن قد خصت هذه الأمة بمعرفة بعض أشراط الساعة وحجب عنها شيء كثير لخصوصية هذا الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى مما لا يشركه معه غيره جل وعلا. وأشراط الساعة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة بينة ظاهرة، وهذه الحكم هي من جهة الأصل قد دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أظهر هذه الحكم وأبينها غرس الإيمان في نفوس كثير من الناس، وذلك أن الناس حينما يجهلون إيمان شخص من الأشخاص أو صدقه من كذبه لا يعرفون، يكون تصديقه بسبر حاله، وسبر حال المتحدث أن ينظر إلى ما يخبر به، فإن كان صادقا في جملة من الأحوال فإن القرائن تتأكد في نفس الإنسان أنه يصدق فيما يليه. ولهذا يسمى عند المحدثين باب السبر، أنه يصبر حديث الراوي ويقرن في واقع حاله أو يقارن بحديث بلده حتى يعرف حاله من الثقة والضعف. وكذلك أيضا هذا منغرس في الطبائع البشرية، أن الإنسان إذا أراد أن يعرف صدق شخص من كذبه ينظر إلى حاله، فإن خالطه مدة طويلة وعرف أنه أخبر بأشياء ثم أنه بالنظر في حاله أنه قد صدق فقال زارني فلان أو ذهب فلان وأتى فلان أو رأيت فلانا ونحو ذلك، ثم أنه مع الحال كل هذه الأشياء يصدق في الإخبار بها، يعرف أن هذا الرجل صادق، وكذلك أنه دقيق في النقل، ويعرف كذلك أيضا خفيف الضبط، وكذلك الكذاب بسبر الحال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الإيمان أن ينغرس في قلوب الناس من جهتين: الجهة الأولى من جهة الأصل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك التصديق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بالتعبد والتدين لله جل وعلا بجملة من أنواع العبادات، من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتجنب الشرك بأنواعه، وكذلك طاعة الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الطاعات أركان الإسلام الخمسة بعد توحيد الله جل وعلا، وقد تقدم الإشارة إلى التوحيد، كذلك الإشارة إلى جملة من أنواع العبادات التي هي من فروع أركان الإسلام كنوافل العبادات من الصلاة، وكذلك نوافل العبادات من الصيام، ونوافل الزكاة من الصدقة والنفقة على الأزواج، وكذلك الهدية التي تدخل في باب العبادة إن نوى الإنسان ذلك، كذلك نوافل الحج والعمرة على من قال بعدم وجوبها وغير ذلك، والإكثار مما هو من فروع هذه العبادات من جهة التجزؤ كذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لسان الإنسان رطبا من ذكر الله جل وعلا. النوع الثاني أو الفرع الثاني في مسألة الإيمان أن يزداد يقين الإنسان بالإيمان بقيام الساعة، وأن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأن الإنسان مقبل على الله جل وعلا، شاء من شاء وأبى من أبى، وأن هذا للإنسان لا خيار فيه، وأنه أمر أراده الله جل وعلا لا راد لأمره. والإنسان حينئذ إذا آمن بهذا الشيء يزيده ذلك بالإكثار من العمل، وهذا ظاهر بين، ولا يستعجل قيام الساعة وإنما يستعجل العمل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الوحي بين الاستعجالين: الاستعجال الأول بين الاستعجال والمبادرة بالعمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، وعدم الاستعجال ونفيه باستعجال قيام الساعة: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله وهو قيام الساعة فلا تستعجلوا قدوم هذه
الساعة، ولكن بادروا بالأعمال التي تكسبكم عند الله جل وعلا علو منزلة وثواب. فيكون حينئذ من حكم معرفة قيام الساعة إذا ثبتت إيمانا في قلب الإنسان يثبت معها المبادرة بالعمل والإحسان والإكثار من الطاعة قبل أن تأتي إلى الإنسان قيامته. الساعة من نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وجد أن الله جل وعلا يطلق الساعة ويريد بها القيامة، وهذا ظاهر، وقد ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة وصور متنوعة ويريد بذلك يوم القيامة. وكذلك جاءت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة، وهي على الأكثر المراد بها قيام الساعة، وتأتي في غير ذلك، وهي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كما هي على الإطلاق في كلام الله جل وعلا. في كلام الله لا تأتي إلا بمعنى القيامة، وأما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي على معنيين: المعنى الأول معنى قيام الساعة وهو المراد في كلام الله جل وعلا. المعنى الثاني يراد بها الساعة الزمنية، والزمن في اليوم والليلة يقسمه العرب في الجاهلية والإسلام على 24 ساعة، فالنهار 12 والليل كذلك، ويزيد وينقص بحسب فصول السنة. وله معنى ثاني في لغة العرب وهي الفترة الزمنية من النهار، ومن هذا المعنى اشتق لقيام الساعة وكذلك وصف الساعة يوم القيامة بهذا الوصف أنها تأتي سرعة ووقتا زمنيا يسيرا لا يشعر به الإنسان، فيكون عامل الفجأة في ذلك أظهر من غيره. ومن الحكم التي تظهر فيها أشراط الساعة وتكثر النصوص فيها وبيان علاماتها وأماراتها إشباع ما في نفوس البشرية من حب الاطلاع على الغيب، وكذلك مكامن الأسرار ومعرفة غائب الكون، وقطع حبال التعالم على المتعالمين، وأظهر ذلك في أحوال المنجمين والكهنة الذين يدعون علم الغيب. فإذا كثرت النصوص في بيان قيام الساعة يكثر حينئذ، إذا لم تكن ثمة أمارات، يكثر حينئذ الدجل والرجل بالغيب وادعاء أن علامات الساعة كذا وكذا ونحو ذلك، فيصحح حينئذ الضعيف، وتجعل الرؤى أخبارا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل للأقوال المنثورة من أخبار بني إسرائيل أسانيد تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقطعت هذه الحجج بعلامات ونصوص بينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام الله جل وعلا مما يأتي بيانه بإذن الله. وهذا نظر إلى الفطرة البشرية التي تطلع إلى معرفة الغيب ومعرفة الأسرار المغيبة عن الإنسان، ولهذا يميل كثير من ضعفاء النفوس إلى جملة من معرفة المستقبل، ولهذا يكثر عند الجهل من الناس ضرب من ضروب السحر ما يسمى بمعرفة قراءة الكف، وكذلك معرفة النظر في الأبراج، فمن ولد في برج كذا وكذا فإن حاله يكون على كذا وكذا، وينساق في هذا كثير من العوام ويتبعون في ذلك الناس في هذا. وفي هذا قطع أيضا لظلة التصديق لمن يرجم بالغيب، وذلك أن الدلائل على صدق الإنسان وكذبه أظهرها الواقع، فإذا كذب الواقع خبر المخبر فإن هذا أظهر الدلائل على كذبه، والواقع بالنسبة للغيب مجهول، وذلك أن الساعة أمرها عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أخبر مخبر أن الساعة تقع في الزمن الفلاني أو أن من علاماتها كذا، الواقع يصعب أن يكذب هذا الخبر، وذلك أن الواقع لا يمكن حده فإنه يؤجل إلى عام بعد عام. ولهذا تناقض كثير حتى ممن ينتسب إلى العلم في تحديد عمر أمة الإسلام، فمنهم من قال أن عمر أمة الإسلام لا يزيد عن 1000 سنة، ومنهم من قال لا يزيد عن 1000 سنة. وقد صنف السيوطي عليه رحمة الله في ذلك كتابا سماه الكشف عن زيادة أمة الإسلام عن 1000، يعني 1000 سنة، وحد ذلك بأنها لا تزيد عن 1500 ولكنها تزيد عن 1000، وهذا نوع من الاجتهاد وفيه جناية أيضا. وقد صنف في هذا قبل السيوطي عليه رحمة الله أن الأمة لا تزيد عن 1000 سنة،
وهذا ضرب من الظنون، وقد يتعلق بهذا بعض الخير، وذلك أن تصديق الواقع لا يمكن، والسنوات تنتظر، وقيام الساعة أمره مجهول، فتصديق هذا عند أهل الظن وضعفاء النفوس الذين ليس لديهم يقين هذا يقع. كذلك أيضا ربما يقع حتى من عند أهل الإيمان في بعض من أطلقت علاماته من قيام الساعة كظهور الدجال والنار التي تحشر الناس إلى المعشرة، والنار التي تخرج من الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وهي بلدة من بلاد الشام بجوار دمشق كما يأتي بيانه بإذن الله. هذه العلامات قد يجتهد فيها كثير من الناس إذا لم يكن لديهم نص بين من كلام الله عز وجل، ولهذا نجد أن النصوص البينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت النصوص بينة ظاهرة في تحديد الزمن وقوعا أحجم كثير من الناس عن إلحاق الدعوة الكاذبة في مثل هذا، كمسألة نزول المسيح عيسى بن مريم، وكذلك خروج الدابة. من نظر إلى كثير من التخرصات والرجم بالغيب في أشراط الساعة نجد أن من أقل التخرصات مسألة الدابة، وذلك أن المحاكاة فيها والتشبه بها قريب من الاستحالة. أما ما يمكن التشبه فيه كمسألة المهدي، وكذلك مسألة النار، وكذلك مسألة الخسوف ونحو ذلك، يمكن لكثير من الناس أن يدعي هذه الدعاوى، كمسألة أيضا خروج الدجال لخروج من يشابهه في بعض العصور. حتى هذا ربما يأتي على بعض أهل العلم، وهذا يدلنا على مسألة مهمة، أنه ينبغي لأهل الجهل أو العامة الناس أو حتى أهل العلم أن ينظروا في كلام العلماء العارفين الراسخين في العلم الذين جمعوا بين العلم والإيمان. الإيمان العبادة، والعلم هو رسوخ القدم فيه حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيحلوا هذه الأمور. قد يكون في زمن من الأزمنة تظهر علامة من علامات الساعة فتختفي القرائن فيه، ولكن قرائن الحال الزمنية الأخرى لا تؤيد أن هذا علامة من علامات الساعة، كما حدث في مسألة المسيح الدجال في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه. قد روى الحاكم في كتابه المستدرك من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي الطفيل عليه رضوان الله تعالى قال: كنا بالكوفة فنادى مناد أنه قد خرج الدجال، قال: فأتيت إلى حذيفة ابن أسيد عليه رضوان الله تعالى فقلت له: قد خرج الدجال، فقال: اجلس. قال: فكنت عنده، قال: فخرج ودخل علينا العريس فقال: قد خرج الدجال، وأخذ أهل الكوفة به ضربا، فقال: اجلس. قال: ثم نادى مناد قال: إنه ليس الدجال، إنما هي كذبة صباغ. قلت لحذيفة بن أسيد عليه رضوان الله تعالى: ما أجلستنا إلا لأمر؟ قال: إني محدثك بأمر، إن الدجال لا يخرج في زمن كهذا، ولو خرج في زماننا لحذفه الصبيان بالخذف، ولكنه يخرج في زمن بغض من الناس وقلة دين، فيهرج ويمرج فيه. وبه يعلم أنه لو ظهرت أوصاف الدجال الظاهرة ولم تحتف قرائن الحال الأخرى التي لا تقع فيه بذاته، يعلم الراسخون من العلم أن هذا ليس الدجال، وإنما هو شيء من علاماته لم تقترن به علامات أخرى تدل عليه، وإنما يكون هذا مع وجود جهل من الناس. وقد روى هذا الخبر عبد الرزاق في مصنفه من حديث معمر عن قتادة مرسلا، وهو الصواب والله أعلم. ومن فوائد بيان معرفة أشراط الساعة للناس وكذلك لأجلها قد وردت النصوص المتضافرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأشراط، أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص كما أنه على عاجل أمر الأمة حريص بآجلها، ولهذا قد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عاجل الأمة وأسلافهم ببيان المعجزات حتى يدخلوا في الإيمان، ويحرص على آجل الأمة ببيان الدلائل المتنوعة على أشراط الساعة بحسب القرون، ولهذا لا يكاد قرن من القرون إلا ويظهر فيه علامة من علامات الساعة. وعلامات الساعة على الصحيح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد على 100 علامة، قد يأتي سرد جلها وبيان الصحيح من الضعيف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعضها ما هو في الحكم الموقوف وله حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيان ذلك بتفصيله وأساليبه وتعليله بإذن الله عز وجل. وأشراط الساعة سميت أشراطا لأنها علامات على قيام الساعة، وهي على الأغلب كانت على ذلك. وقد يسمى من أشراط الساعة ما لم يكن علامة عليها وإنما هو داخل في أثنائها، وذلك أن من علامات الساعة انكدار النجوم وسقوطها أثناء قيام الساعة، والساعة حينئذ قد قامت. وعليه يعلم أن علامات الساعة منها ما هو سابق لها ومنه ما هو في أثنائها. فالعلامة يذكرها العلماء على أنها ما يسبق الساعة ويكون تمهيدا لقيامها، ومنها ما يكون هو داخل فيها ومتغلل فيها، وذلك أن أكثر أشراط الساعة هو سابق لها سواء كان من الكبرى أو من الصغرى كما يأتي بيانه. والأشراط المراد بها العلامة، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فقد جاء أشراطها، المراد بذلك علاماتها، كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره فقال حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. والساعة هي من جهة الأصل قريبة، وأشراطها بها يعرف دنوها وإن كانت دانية من جهة الأصل، ولهذا قد وصفها الله جل وعلا من جهة الأصل بالقرب، ولهذا قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الله جل وعلا آزفت الآزفة أتى أمر الله، وهذا دليل على أن قيام الساعة من جهة الأصل مقترب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، كما رواه البخاري ومسلم قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك ومن حديث سهل بن سعد، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول علامات الساعة من جهة مبعثه ووفاته، علم أن الساعة من جهة الأصل هي قريبة، ولكن القرب هذا يختلف بحسب العلامة، وهذا المراد به إيصال هذا الأمر لكل زمن تظهر علامة. ولهذا كانت علامات الساعة متفرقة بحسب الأزمنة وكذلك بحسب الأمكنة، حتى يتوزع غرس الإيمان في قلوب الناس. وقد يكون في بلد من البلدان أشراط الساعة تظهر فيها أكثر من غيرها، وأظهر علامات الساعة وأكثرها ظهورا في بلاد الشام، والشام شامل لبلاد الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، هذه وشيء أيضا من تركيا، وبعض من شمال العراق أيضا هو داخل في بلاد الشام، وشيء أيضا من شمال جزيرة العرب. وهذا هو أكثر مواضع أشراط الساعة، ويليها بعد ذلك بلاد الحجاز وهي مكة والمدينة. وإنما كانت الشام أكثر البلدان اكتنافا لأشراط الساعة، وذلك أن الله جل وعلا قد خص الحجاز بمزية دفع كثير من الشهور عنها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليألز إلى المدينة، وقد جاء في رواية إلى الحجاز كما تألز الحية إلى جحرها. وإن كانت الحجاز أيضا مخصوصة ببعض علامات الساعة كهدم الكعبة والفتنة التي تقع في المدينة وغير ذلك مما يأتي بيانه مما لا يكون في غيرها من البلدان. ومن علامات الساعة مما يعم الأرض كلها كما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل كمسألة انتشار الفتنة وانتشار أيضا الإسلام في الناس وانتشار الضلال، ويأتي تمييز ذلك مما جاء في النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتشار الإسلام في الأرض، وفي بعض النصوص انتشار الجهل، وبعض الناس يخلط بين هذين الأمرين، والصحيح أن هذا لحقبة وهذا لحقبة، فانتشار العلم والإيمان والإسلام في الأرض هو سابق لانتشار الكفر والجهل الذي يكون في آخر الزمان قبيل قيام الساعة.
وتقوم الساعة على شرار الخلق، ويأتي بيانه، وهذا يكون حينئذ مصاحبا لرفع القرآن وحجم الإيمان من هذه الأرض وقبض العلماء، ويلي ذلك قبض أهل الإيمان بالريح التي يبعثها الله عز وجل فتأخذ أهل الإيمان قاطبة، فلا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم الساعة عليه. من المهمات قبل الولوج في مسألة أشراط الساعة أن يعلم أن مرد أشراط الساعة إلى الوحي، والوحي هو الكتاب والسنة، وما في حكم الكتاب والسنة، وهذا محل خلاف عند العلماء كمسألة ما يأتي من بعض الأخبار الأمم السابقة، فهو من جهة الأصل لا يصدق ولا يكذب، وكذلك ما جاء من أخبار الأمم السابقة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينفى، فإنه هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ هذا محل خلاف، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله. كذلك في الموقوفات مما لا يقال من قبل الرأي من الإخبار بالمغيبات، فإن هذا على تفصيل، وذلك أنه ينظر إلى حال ذلك المخبر، فإذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفت القرائن بعدم تحديثه عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، كمسألة من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرار، وخصه النبي عليه الصلاة والسلام بخصيصة ليست لغيره من الصحابة كحذيفة بن اليمان، فلديه من الأخبار مما ليس لغيره، حتى ممن هو فوقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم، فخصه النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة المنافقين بأعيانهم، وكذلك معرفة حوادث الزمان، وكذلك أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى. فهؤلاء وأمثالهم إذا حدثوا بشيء من أشراط الساعة فإن الغالب أنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون من قبيل الإسرائيليات. وإذا احتفت قرينا من القرائن أن هذا المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الإسرائيليات ويأخذ عنهم، فإن الأمر في ذلك متردد. إذا لم يحتف بقرينة ولم يوجد الخبر عن غيره، فإنه يرجع حكمه في ذلك إما إلى الموقوف أو إلى أنه أخذ عن بني إسرائيل، فيرجع في الحكم إلى شرع وإخبار بني إسرائيل، فإنه لا يصدق ولا يكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا قد رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وأمثال هؤلاء جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوارد في ذلك جملة من الأخبار، وكثير منها يأتي عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ومن المهمات أيضا في هذا الباب أن يشار إلى مسألة مهمة، وهي مسألة حصر وإحصاء أشراط الساعة. حصر أشراط الساعة الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر ودراية. وكثير ممن يصنف في هذه المصنفات من المتأخرين هم عالة بالنظر إلى المتقدمين، بل أنه لا يكاد يوجد من المتأخرين صنف كتابا على الاستقلال بالبحث والنظر إلا نزل يسير، وإنما كثير منهم يحاكي الآخر فيجمع المتفرقات ويؤلف بين الأوزاع من الأحاديث والمسائل التي جمعها العلماء قبل ذلك، ثم يجعلون منها نصوصا. وثمة نصوص كثيرة عن بعض السلف وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم من أشار إليها بأشراط الساعة حتى من المعاصرين، ما يدل على أن هذه النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن عامل التقليد في التعريف ظاهر، وإلا فهي ظاهرة من جهة النص، وبين من جهة المعنى لمن وقف على هذه النصوص، ويأتي بيانها والإشارة إليها في موضعها، وكلها هي من أشراط الساعة الداخلة في أبواب الصغرى أو أشراط الساعة الصغائر. وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى واعتنوا في هذا الباب عناية بالغة، وقد جعلوا ذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور المغيبات وأحكام الديانة، بل لا يكاد يوجد مصنف من المصنفات في أمور السنن والمسانيد إلا ويتضمن جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد صنف البخاري عليه رحمة الله تعالى كتابه الصحيح، وأورد فيه كتاب الفتن، وأورد فيه جملة من أحاديث أشراط الساعة، وكذلك
أبو داود، وكذلك الترمذي، وقد أورد فيه باب ما جاء في أشراط الساعة. وكذلك أبو داود عليه رحمة الله تعالى صنف كتابه السنن، وأورد فيه كتاب الملاحم والفتن وكتاب المهدي، وأورد جملة من أخبار أشراط الساعة. وكذلك غيره ممن صنف في هذا الباب، ومنهم من صنف على الانفراد، قد صنف في هذا عشرات الأئمة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. ممن صنف في ذلك من المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله، وأبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك عثمان بن أبي شيبة، وأبو عمرو الداني له كتاب مشهور في هذا الفتن وأشراط الساعة وهو مطبوع. ثمة مصنفات في هذا لجملة من الأئمة كحنبل بن إسحاق، وكذلك عبد الغني المقدسي. وصنف في هذا من أئمة السير والسنة والتاريخ جملة من الأئمة كالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وتبع على ذلك وأخذ عنه جل وأكثر المتأخرين. وينبغي لطالب العلم المعتني في هذا الباب أن يحذر عند النظر في هذه المصنفات من أمور متعددة. الأمر الأول من الأحاديث الواهية والضعيفة والمنكرة التي لا ترقى إلى درجة الأخذ والتيسير في الأخذ بالمرويات في هذا الباب، وهي قد شحنت فيها كثير من المصنفات المصنفة في هذا الباب، خاصة في مصنفات كثير من المتأخرين. وأبواب النقد لأشراط الساعة وفضائل الأعمال وكذلك ما يدخل في هذا الباب، العلماء عليهم رحمة الله يخففون في النقد لأمثال هذه الأبواب إذا لم تكن في الأحكام. وقد جاء التخفيف في ذلك والتيسير عن جماعة من العلماء، قد جاء هذا عن عبد الرحمن بن مهدي، وقد جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما أسنده عنه البيهقي عليه رحمة الله في شعب الإيمان ودلائل النبوة، وكذلك الخطيب في كتابه الجامع. وقد جاء أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال: ثلاثة ليس لها إسناد: الملاحم والتاريخ والتفسير. ومراده بذلك أن الأئمة من أهل النقد والحفظ لم يعتنوا بالمرويات في أبواب التفسير والسير والمغازي والملاحم وأشراط الساعة وفضائل الأعمال وغيرها مما يلحق بها حكما، لم يعتنوا بها كعنايته بالأحكام، لأنها لا تدخل في صلب الدين، باعتبار أنه لا يلزم من ذلك إحداث عبادة من صلاة وصيام وصدقة ونحو ذلك، وإنما هي تزيد من الإيمان وتنقصه ويحتاج إليها الناس في زيادة الإيمان ونقصانه، فتدخل ضمن في أبواب فضائل الأعمال لأنها من جهة محصلة داخلة في هذا الباب. ولا يجوز أن يحتج على الإطلاق بأي حديث موضوع أو متروك أو منكر أو فيه كذاب أو ضعيف جدا أو تركه الأئمة، ولو كان كذابا ولو مرة واحدة فإنه لا يحتج به في أي باب من أبواب العلم، ولو كان العلماء ممن يتساهلون في هذا الباب. ولهذا قد قال يحيى بن سعيد قال: كنا إذا روينا في التفسير والسير والمغازي تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. وذلك أن هذا يرجع فيه إلى الاحتياط، وذلك أنه داخل في صلب الدين ويلزم منه إحداث العبادة، وما يكون فيه من أشراط الساعة ويلزم منه إحداث عبادة أو اقتداء واتباع، أو يلزم منه قتل وسفك دماء ونحو ذلك من إباحة دم الأصل فيه العصمة، فإنه حينئذ لا يؤخذ فيه إلا بالأحاديث الصحيحة. ولهذا لا يقال بالإطلاق أن أحاديث التاريخ والسير والمغازي أنه يتساهل فيها، فإذا كانت من أحاديث السير ويلزم منها عبادة ويلزم منها تحليل وتحريم فإنه يحتاط في ذلك، كمسألة المسيح الدجال وما يتبعه من فتنة وإنساق الناس خلفه وغير ذلك يحتاط في هذا ويشدد فيه من يشدد في غيره. كذلك مسألة نزول المسيح وكذلك البلد التي ينزل فيها ونحو ذلك، لأن هذا يلزم منه كثير من الأحكام ينبغي أن يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها. ومن الأمور التي ينبغي أن يحتاط عند النظر في
الكتب في أشراط الساعة وأضرابها أن يعلم أن ما يرد في هذه الكتب يكثر فيه المحاكاة والنقل، وكثير من النقل في هذه الأبواب يستأنسون ويعتقدون بأن هذا القول قد قال به فلان وفلان وفلان. وعند الصبر والنظر نجد أن هؤلاء قد أخذوا من بعض وبعضهم أخذ من الآخر، وإذا أراد المرجح أن يرجح فيقول أنه قد قال بصواب ذلك وصحته الجماعة، وكل قد تأثر بالآخر، فيكون لدى الإنسان باب الترجيح ظاهر من جهة العدد. ولو تأمل من جهة سابق هذه المصنفات والتعامل فيها لوجد أن كثيرا منهم يحاكي الآخر. ومن الأمور التي ينبغي للناظر في هذه الكتب أن يحتاط فيها كثرة التأويلات البعيدة لنصوص الوحي في تأويل أشراط الساعة وإنزالها، وذلك أن إنزال أشراط الساعة على زمن من الأزمنة أو على حال من الأحوال يختلف الاحتياط، وخاصة ما يلزم من ذلك العمل. إذا كان يلزم من ذلك العمل ينبغي في ذلك أن يحتاط الإنسان قدر إمكانه، ولا غضاضة على الإنسان أن يجتهد في إنزال نص عام على حالة من الأحوال إذا كان لا يلزم من ذلك عمل، كأن يكون إنزال هذا الأمر هو تحصيل حاصل أو زيادة يقين مع ورود اليقين في القلب، وذلك كما فعل جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلحاق الكذاب بالمختار والمبير، وهو الذي يكثر القتل والسفك بالناس بالحجاج. هم يعلمون أن الحجاج كان ظالما ويعلمون أن المختار كذابا، ولكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير عن أسماء عليها رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في ثقيف كذابا ومبيرا. قالت عليها رضوان الله تعالى للحجاج أما الكذاب فقد رأيناه، تريد المختار، وأما المبير فهو أنت. فانصرف عنها الحجاج وتركها، وحدث ما حدث من الفتنة المعلومة ومما هو معلوم في كتب السير وكذلك المغازي، ولكنها قد أنزلت ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ووافقها على هذا المعنى عامة أهل العلم والتاريخ ممن كان في ذلك القرن، بل من جاء بعده على أن الكذاب المختار وكذلك المبير هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. فإنزال النصوص في أشراط الساعة إذا كان لا يلزم من ذلك عمل الأمر فيه يسير، وإذا كان يلزم منه عمل يحتاط في ذلك ويشدد فيه. ولهذا قد اجتهد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنزال بعض أشراط الساعة كمسألة الدجال حينما ألحقه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، ولم يكن هو من أنزل فيه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الأمر كما في الصحيحين وغيرهما. وكذلك ما جاء في جملة من الأحوال في إنزال أهل العلم في مسألة النار التي تخرج من المدينة فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وذكر غير واحد من العلماء أنها قد حدثت ونزلت كما يأتي بيانه، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء كالنووي عليه رحمة الله وكذلك أبي شامة وأبي كثير وغيرهم من المصنفين جزموا بأن هذه النار، بل أن منهم من قطع على ذلك. وكذلك أيضا في مسألة قتال المغول وهم الأتراك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقاتلون الترك. أنزل جماعة من العلماء هذا في مسألة قتال التتار، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على أن المراد بذلك هم المغول والتتار الذين قاتلوهم في ذلك الزمن، وأيده على ذلك من كان في عصره من جاء بعده، وذلك أن هؤلاء ظلال واقتحموا بلاد المسلمين فاحتاجوا إلى المقاتلة سواء وجد النص أو لم يوجد، وإذا وجد النص عرض الأمر فكان كزيادة اليقين. أما إذا كان فيه إنشاء حكم جديد فإنه يحتاط في ذلك ما لا يحتاط في غيره، وهذا يتعلق في كثير من الأمور كمسألة الدجال ومسألة نزول المسيح عيسى بن مريم وكذلك مسألة المهدي ونحو ذلك. وتقدم الإشارة إليه أن أشراط الساعة إنما
جاءت النصوص فيها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأكثر والأبين، وجاءت في كلام الله عز وجل على وجه الإجمال، جاءت لغرس الإيمان وليس الاستعجال بالأحداث. ولهذا كان أهل السنة في أشراط الساعة تزيدهم إيمانا وتقويهم من جهة العمل، بخلاف أهل البدع لا يجاهدون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقومون بأمر الإصلاح، ينتظرون خروج المهدي. الله عز وجل قد بين أن أمر الله عز وجل آتي فلا تستعجلوه يعني بالانتظار والترقب، بل استعجلوا بالعمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال 6 وفي رواية 7. وأمر الله عز وجل بالمسارعة بالخيرات في قوله جل وعلا: وسابقوا، وقال: وسارعوا. فالمسارعة بالعمل قولا وفعلا وكذلك اعتقادا واجب على الإطلاق في كل زمن وفي كل عصر، فهي تزيد من إيمان الإنسان يعني أشراط الساعة وتقوي من عمله، وكذلك تزيد من ثباته عند الفتن والمدلهمات. من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها الناظر في كتب أشراط الساعة أن كثيرا من أشراط الساعة تأتي على سبيل الإجمال، وهي من جهة الأصل متداخلة، تأتي في سبيل الإجمال في نص معين كمسألة كثرة الفتن في آخر الزمان، وتأتي في بعض النصوص متفرقة في بيان الفتن التي تحدث، ويصنف فيها من يصنف في هذا الباب ويفرق بين ظهور الفتن وبين الأطراف المتعددة، ويريد بذلك زيادة من أشراط الساعة. ومعلوم أن كثيرا مما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة التي تدخل في أبواب كثرة الفتن في آخر الزمان، كمسألة كثرة الجهل لازم لقبض العلم، وانتشار العلم لازم لانحسار الجهل، فهذا لازم لهذا وهذا لازم لهذا، فيؤخذ من هذا شرط من أشراط الساعة ويؤخذ من الآخر شرط آخر، ويعلم بنفي هذا حصول ذاك وبحصول ذاك نفي ذاك، ولا يغتر بتزيد كثير مما يصنف في هذا الباب في أشراط الساعة، ويأتي بيان المجمل وكذلك ما يدخل فيه في هذا الباب. ومن المسائل المهمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الناظر في أشراط الساعة أن الاستنباط في أشراط الساعة عند كثير ممن يصنف في ذلك جلهم يلتزمون تقييد أشراط الساعة بنصوص مقيدة من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى كذا، أو بين يدي الساعة كذا، أو بعد كذا بين يدي الساعة، فيترقب كلمة القيامة وكلمة الساعة فيجعل شرطا من أشراط الساعة. وهذا فيما أرى فيه نظر، وذلك أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، فكل ما يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار الغيبية المستقبلية أنه يقينا سيحدث هو من أشراط الساعة إذا دل عليه الدليل، وذلك كمسألة زوال عصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا أعلم من أشار إليه ممن صنف في هذا الباب إلا على سبيل الإجمال، كمسألة ذهاب الصالحين، يذهب الصالحون الأول فالأول. والصواب في ذلك أن ذهاب الصحابة جيل الصحابة وهو القرن الأول هو من علامات الساعة، كما أن موت النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة وأشراطها. فأشراط الساعة كيف تستنبط من السنة وكذلك من كلام الله عز وجل؟ تستنبط بأمور عدة. الأمر الأول أن يشار إلى أن هذا بين يدي الساعة أو يكون سابق لها، كما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح: اعدد 6 بين يدي الساعة، أو لا تقوم الساعة حتى كذا. ومن العلامات أيضا فيما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع كذا وكذا ثم تقوم الساعة. ومن القرائن التي يستنبط فيها أيضا أن يقرن وقوع أمر في سياق شرط من أشراط الساعة ولو كان هذا
لم يشر إليه في ذات الخبر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار في خبر أن بعثته من أشراط الساعة وموته من أشراط الساعة. قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مبعثه من أشراط الساعة في جملة من الأحاديث، وذلك كما رواه البخاري من حديث الفضيل عن أبي حازم عن سهل بن سعد عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. وقد جاء هذا أيضا عند الإمام مسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث جابر في الصحيح، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من غير هذا الوجه. في هذا إشارة إلى أن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وجاء أن موته من علامات الساعة أيضا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعبد ستا بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بيت المقدس. في قول عليه الصلاة والسلام موتي، هذا علامة من علامات الساعة. جاء في خبر آخر ذكر موت النبي عليه الصلاة والسلام وقارن معه أشياء. هذه الأشياء إذا نظرنا إلى السياق لا نستطيع أن نستنبط منها أنها من علامات الساعة، لكن لو نظرنا أن هذا الإشارة إلى الموت من علامات الساعة يعلم أن الذي يليه هو من علامات الساعة. وذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث مجمع عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه، وهو أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فقلنا نجلس ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلينا في صلاة العشاء فقال: ما زلتم مكانكم؟ قال: قلنا يا رسول الله ننتظر حتى تأتي. قال: أحسنتم أو أصبتم. فقال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكثيرا ما ينظر إليها. قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فيه إشارة إلى أن ذهاب النجوم وكثرة الشهب سقوطها أن هذا من علامات الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. هذا قد ثبت أنه من علامات الساعة فيما تقدم في حديث عوف بن مالك قال: أعبد ستا بين يدي الساعة: موتي. موت النبي عليه الصلاة والسلام من علامة الساعة، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ما الذي يوعدون؟ الذي يوعدون هو قرب قيام الساعة. به يعلم أن ذهاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقراض الجيل هذا من علامات الساعة. وهذا يؤخذ بنص آخر وهو حديث عوف بن مالك. ولو أخذنا هذا الخبر على سبيل الاستقلال ما جعلنا هذا من أشراط الساعة. وأخالف ما ذكره بعض الشراح أو أكثر الشراح في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في صحيح الإمام مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: كان الأعراب يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدث القوم سنا فيقول عليه الصلاة والسلام: إن بقي هذا لم يدركه الهرم تقوم الساعة. يعني أن هذا الجيل أصغر صحابي في الحضور هو هذا الصبي، ولن تقوم الساعة في المعتاد حتى يكبر هذا ويأخذ عمره المعتاد وأعمار الأمة بين 60 و70 فينقرض هذا الجيل. فإذا انقرض تكون حينئذ ضمن قيام الساعة وقربت، وقبل ذلك لا تقع. جل الشراح يقولون أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هي القيامة المتعلقة في كل واحد منكم وهو الموت. والذي أراه الله أعلم أن المراد بذلك هو ذهاب جيل الصحابة. ويعضده ما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى في البخاري في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر حينما فتن من أصحابه إلى آخر الخبر المعروف حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد، يشير إلى من صاحبه أنهم ينقرضون ثم تقوم الساعة. وذلك أن الساعة لا تقوم في الأرض خير، وذلك أن الله عز وجل يبعث الريح فتأخذ أرواح المؤمنين. ولكن خص النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بخصيصة، وهو أنهم يأخذون موتهم بقبض روح يمتازون عمن تقوم عليه الساعة، وهم المؤمنون في آخر الزمن ممن تأخذ أرواحهم
تأخذ أرواحهم الريح كما يأتي بيانه بإذن الله. وهذا من القرائن التي يؤخذ منها أشراط الساعة. ومما يؤخذ منه أيضا أشراط الساعة في النصوص ما يأتي من كلمة أول الفتن أو أول الشر ونحو ذلك، سواء في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره. وهذا يأتي في ألفاظ حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ومن ذلك ما رواه ابن نوري في كتابه المجالسة من حديث حجاج عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال: أول الفتن مقتل عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى، والذي نفسي بيده لا يكون في قلب أحد مثقال ذرة من إيمان من حب مقتل عثمان إلا ويتبع المسيح الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به بقبره. وفي هذا إلى مسألة أول الفتن وربطها بالمسيح الدجال، إشارة إلى أن أول الفتن ظهورا التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأقواها هي فتنة مقتل عثمان التي كانت كانفراط العقد التي تبعها جملة من الفتن كقتال فئتين من المؤمنين كما يأتي الإشارة إليه في حديث أبي هريرة وحديث حذيفة. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفتنة التي تقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: دعواهما واحد. ومن الإشارات أيضا أن كل ما كان إرهاصا لشرط من أشراط الساعة فهو شرط للساعة أيضا، وذلك أن أشراط الساعة لها شروط وإرهاصات، فهذا الإرهاص لشرط الساعة هو شرط للساعة أيضا ولازم لها، وذلك أنه لا يتحقق إلا بوجوده. فما كان إرهاصا لهذا الشيء فهو من أشراطها. ومن الأمور التي يعلم بها أيضا أشراط الساعة ما يخبر به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقوعا من غير تقييد: ليوشكن أن يكون كذا وكذا، أو ليقعن كذا وكذا، فإن هذا فيما يظهر لي أنه من أشراط الساعة أيضا. وذلك أن أشراط الساعة يحصرها أمور: أولها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرها اختلف في تقييده في خلاف ضيق يأتي بيانه، على خلاف عند العلماء في أول أشراط الساعة الكبرى، مما يأتي بيان اختلاف الروايات في ذلك نبين الراجح من المرجوح بإذن الله عز وجل في موضعه. إذا علم ذلك علم أن ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يحدث هو من أشراط الساعة يتباين هل هو من الكبرى أو من الصغرى بحسب الحال وبحسب الورود. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يشار إليها في هذا الباب قبل الولوج في سياق أشراط الساعة أن يعلم أن العلماء حينما يقسمون أشراط الساعة إلى أشراط كبرى وصغرى أن هذا على سبيل الاجتهاد المحض، وذلك أن فروع هذا التقسيم شروط الساعة الكبرى والصغرى هناك ما يتفق عليه ويقطع به أنه عظيم جليل القدر، وهناك ما يتنازع فيه، فيجعل العلماء الكبرى هو ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف وأبي هريرة وحذيفة، ويجعلون الكبرى هي ما كانت تنفرد كالعقد في آخر الزمان، والصغرى تسبق. ولكن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى جملة من الصغرى وتكون مع الكبرى ككثرة الفتن وكثرة القتل والمرج وكذلك كثرة الجهل، يذكرها العلماء في الصغرى وهي داخلة مع الكبرى. والعلماء يقسمون أشراط الساعة على اعتبارات، منهم من يجعل أشراط الساعة على قسمين كبرى وصغرى، ومنهم من يقسمها على 3 أقسام. القسم الأول أشراط وقعت وانتهت، وأشراط وهي الثانية وقعت
وما زالت تقع وتزداد. ثالثة لم تقع بعد، وهي ما يطلق عليها القسم الأول، هي أقسام الساعة وأشراط الساعة الكبرى. وهذا فيه تداخل بين الأول والثاني، وفيه أيضا تداخل بين الثاني والثالث، وذلك أن من الثاني ما يدخل فيه الثاني، يكون وقع ويزيد. مما يكون وقع وانتهى مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الإشارة إليه في مسألة الكذاب وكذلك المبين، وكذلك في النار، وفي فتح بيت المقدس، وموت النبي عليه الصلاة والسلام، ومبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وانقضاء عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهور الفرق من الخوارج، وكذلك الفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القسم الثاني الذي وقع وما زال يزداد، وهو تقارب الزمن فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وفشو الجهل وفشو القلم أيضا في الناس، وكثرة الجهل. وثمة إشارة لطيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع ظهور الجهل، ويأتي في بعض المواضع ظهور القلم وفشو القلم، فيه إشارة إلى أن وجود القلم والكتب في الناس أنه لا يدل على العلم، وأنه قد يدل على الجهل. وذلك هذا مشاهد أن الأمية انحصرت وكانت تنحصر في الناس، والناس يكتبون ويقرؤون، وأن هذا ليس بلازم للعلم، لأن العلم الحق هو معرفة العلم النافع، ليس معرفة العلم الضار الذي يضر الإنسان في عاجل أمره ودنياه، في عاجل أمره للدنيا وعاجله في آخرته. ونحن نشاهد كثيرا من الناس وكثيرا من أرباب النظريات ممن يحدثون أحداثا هي ضرر على البشرية، كمسألة ما ظهر في الناس من أسلحة البتات، وما ظهر في الناس من ابتكارات طبية ونحو ذلك انتشر بسببها الأوبئة والأمراض والأسقام في الناس التي تظهر صراعا بين جيل وجيل لم يكن يعرفه الناس قبل ذلك. كذلك ما ظهر القلم في الناس حينما انتشرت الأفكار السيئة، وغطى ذلك على معرفة الحق من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. وبه يعلم أن الإنسان إذا استكثر من ذلك ليس بدليل على معرفته بالعلم الحق الذي يفصل به الإنسان ويفرق فيه بين الخير وبين الشر. ومن الاعتبارات التي يقسم فيها العلماء أشراط الساعة اعتبار الوقوع، تاريخ الوقوع، فتكون أشراط الساعة على نوعين: أشراط تسبق الساعة وأشراط معها. أشراط تسبق قيام الساعة، وهي ما لم تقع فيه الساعة، فيدخل في هذا الجملة من أشراط الساعة الكبرى وجميع الصغرى. وما يكون مصاحبا لقيام الساعة يدخل في هذا ابتداء خروج الشمس من مغربها، وهذا هي العلامة الأولى لانقضاء التوبة وبدأ الهرج والمرج، وكذلك سقوط النجوم وانكدارها وسقوط الشهب واضطراب الكواكب. وفيه إشارة إلى أمر الله عز وجل لاختلال عامل ما يسمى بالجاذبية التي جعلها الله عز وجل عاملا في اتزان هذه الكواكب في دورانها بانتظام، وهذا يكون مصاحبا لقيام الساعة. وبه يعلم أن من العلامات الفارقة بين العلامات المصاحبة لقيام الساعة والعلامات السابقة لقيام الساعة قبول التوبة، فما كان تقبل فيه التوبة حال نزول الشرط فإنه قبل قيام الساعة، وما لم تقبل فيه التوبة فهو أثناء قيام الساعة. وبه يعلم أيضا أن كل شرط من أشراط الساعة دل الدليل على أن التوبة مقبولة فيه فهو سابق لطلوع الشمس من مغربها، وكل شرط من أشراط الساعة دل الدليل على عدم قبول التوبة فيه يعلم أنه بعد طلوع الشمس من مغربها. عليه يعلم أن نزول المسيح
عيسى بن مريم، وخروج الدجال هو قبل طلوع الشمس من مغربها، وذلك أن الإيمان ينفع حينئذ، وأن الاختلاف في الروايات الواردة فيه في أن أول أشراط الساعة هي النار التي تخرج من اليمن تحشر الناس إلى الشام وهي أرض المحشر، أن هذه كلمة أول مراد بها هي أشراط الساعة الأولى التي تسبق قيام الساعة، وذلك أن هذا النص فيه إشارة إلى هذا التقسيم بالإشارة إلى الأولية، وهذا يرجح هذا التقسيم من جهة الإجمال ويدخله جملة من التقسيمات. وأرجح هذه التقسيمات فيما أرى هو هذا التقسيم، أن أشراط الساعة على قسمين: قسم سابق لقيام الساعة، وقسم في أثنائها، في أثناء قيام الساعة. والسابق لقيام الساعة منه صغرى وكبرى، ومن كان بعد قيام الساعة أو مصاحب لها هو كبرى فحسب، ويأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. ومن المهمات في هذا الباب التي ينبغي معرفتها والعناية بها أيضا أن يعلم أن كما أنه مرد هذا إلى الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أيضا أن الكذب في ذلك هو كذب على الله وتجرؤ على الوحي من بابين: الباب الأول هو متضمن للكذب العام في التشريع ولو لم يلزم منه تعبد. الباب الثاني وهو أخطر، أن هذا هو أمر غيبي متعلق بعلم الغد، وعلم الغد ليس لأحد إلا لله، ومن افترى في ذلك فقد نازع الله عز وجل في حقه. فمن كذب في ذلك أو تساهل في حق من خصوصية الله عز وجل. الدليل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث داود بن أبي هند عن عامر بن شرحيل الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة عليها رضوان الله تعالى، قالت: يا أبا عائشة، ألا تعلم من أعظم الفرية على الله؟ قلت: من؟ قالت: ثلاثة: من قال بها فقد أعظم الفرية على الله، وذكرت منها عائشة عليها رضوان الله تعالى من قال أنه يعلم ما يكون غدا. ومن أشراط الساعة التي يحدد بها الناس بلا علم أنه سيحدث كذا هو من اختراق خصوصية الله عز وجل، وقد أعظم الفرية على الله. وبه يعلم أن هذا باب من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، مع أنه متضمن للكذب على الله. كذلك أيضا منازعة الله عز وجل في خصوصيته، فإن الله عز وجل هو الذي يعلم ماذا تكسب النفس غدا، فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فمن نازع الله عز وجل في حقه يكون حينئذ خطره أعظم من خطر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي. ومعلوم أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فقد ذهب بعض العلماء وهو قول إمام الحرمين إلى أنه كافر خارج عن الإسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف في من كذب في حق الله؟ لأن الكذب هذا هو كذب في حق الله محض، ليس في حق النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا علم لديه في هذا الأمر إلا ما علمه الله جل وعلا. لهذا ينبغي للمرء أن يحترز في هذا الباب ما لا يحترز في غيره. نعود إلى تقسيم أشراط الساعة، وتقسيمها على الأرجح فيما أرى على قسمين: القسم الأول أشراط الساعة السابقة لقيامها، وهي على نوعين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. والنوع الثاني هي أشراط مصاحبة لقيام الساعة وتابعة لها، وأولها خروج الشمس من مغربها. القسم الأول من النوع والقسم الأول وهي الأشراط الصغرى، أولها
هو مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبعث النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء على أنه من أشراط الساعة كما في الصحيحين وغيرهما. قد جاء في البخاري من حديث الفضيل عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. وقد جاء هذا عند مسلم في الصحيح من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا اللفظ وبنحوه. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عليه رضوان الله تعالى. مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هو من أشراط الساعة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كهاتين تأويله على معنيين. المعنى الأول كهاتين أن هذا فيه إشارة إلى أصابع اليد، فإن السبابة لا يليها إلا الوسطى، أي لا يلي مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا التي تليها وهي الوسطى، لا يفصل بينها إصبع أخرى كالخنصر والبنصر أو الإبهام. ومعنى آخر أن الفضل بين السبابة والوسطى هو مقدار يسير بينهما، وذلك لا يكون إلا للسبابة مع الوسطى، أي أن المتبقي من الدنيا بالنسبة لعمرها كحال المتبقي من مبعث وما من رأس السبابة إلى الإبهام. وهذا يحتمل هذا التفسير، ورجح الأول أكثر الأئمة من المحققين كالحافظ أبو الرجب وغيره من الأئمة، وهو الأظهر، والثاني أيضا محتمل. وقد حمل هذا المعنى الثاني واستنبط منه عمر الدنيا. وهل عمر الدنيا يمكن ضبطه أم لا؟ ضبطه بالتحديد محال، وظواهر النصوص وقواطعها من الكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بين، ولكن تحديد جملة منها على سبيل التقريب ممكن. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام خبر موضوع أن الدنيا 7000 سنة وأن الأمة 1000، وقد بنى على ذلك بعض العلماء أن الأمة لا تتجاوز 1000، وقد صنع في ذلك السيوطي ردا على من قال بهذا القول، ولكنه قد وقع فيما نفر منه، وهو تحرير الأمة بأنها لا تزيد عن 1500، وأنه يرى أن قيام الساعة على مشارف 1500. وإن كانت علامات الساعة الصغرى جلها قد ظهر ولم يبقى منها إلا نزل يسير كما يأتي الإشارة إليه، إلا أنه لا ينبغي القطع بذلك. الجزم الذي يجزم به أن أمة محمد عمرها لا يتجاوز ما بين مبعث موسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يزيد عمرها عن عمر بني إسرائيل. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وكذلك رواه أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر، ورواه ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر واللفظ لليث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في من كان قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من أول النهار إلى صلاة الظهر على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قيراطين، فعملتم أنتم. فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. استنبط بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أجلكم، يعني عمركم في من كان قبلكم، مقارنة للأمم السابقة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أول البشرية، كهذا التقدير من أول النهار إلى غروب إلى صلاة العصر. هذه هي الأمة السابقة وهي بنو إسرائيل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أجلكم في من كان قبلكم، تقييد من الأمم السابقة ببني إسرائيل وهم اليهود والنصارى، فجعل عمر اليهود والنصارى هم من أول النهار إلى صلاة العصر، والمتبقي هو من صلاة العصر إلى غروب الشمس. فيقارن ما بين ذلك وبين تلك المدة هو أقل من ذلك بكثير. وعليه يعلم أن ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، مولد النبي عليه الصلاة والسلام،
ومولد عيسى هو 750، وهذا ظاهر. ولكن ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قبل ما بين عيسى وموسى يفتقر إلى دليل ظاهر بين، ولا دليل في ذلك. ولكن ما كان من هذا مرده إلى الوحي. ولكن يقطع في ذلك أن عمر الأمة يزيد على 750، وهي الفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان بعد ذلك أمره مجهول. ولكن ما يذكره بعض بني إسرائيل من المدة بين موسى وعيسى تخرصات، منهم من يقول 1000، ومنهم من يقول 700، ومنهم من يقول 500، ومنهم من يزيد على ذلك، ومنهم من ينقص، ومنهم من يقول 2000 ونحو ذلك. هي تخرصات. ولكن المقطوع به أن عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن عمر بني إسرائيل مجتمعة، وهذا نص صريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أجلكم. وجاء أصرح منه في خبر آخر في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام إنما بقاؤكم. وهذا دليل على أن بقاء الأمة هو لا يزيد عن بقاء بني إسرائيل وهم اليهود والنصارى، ويبقى هذا الأمر غيبي لأن الله عز وجل يختص به الأمر عنده، وبه يعلم الحكمة من بيان أشراط الساعة. وذلك أن الله عز وجل حينما بين أشراط الساعة يستنبط منه أن معرفة وقت الساعة محال، ولو سعى إليه الإنسان لما تحصل، وهذا مقتضى معرفة الأشراط. ولو كان معنى الساعة ووقتها وزمنها معلوم لما كان لمعرفة الأشراط شيء يراد من نصوص الشريعة، وإلا لبينت الساعة بزمنها وما تركت اتكالا على بعض الأشراط. وبه يعلم أن كل من زعم قيام الساعة في سنة معينة أو في يوم معين أنه معتدي على الله عز وجل، بل هو كذاب أشر، ولا يتجرأ على ذلك إلا عديم الإيمان منتفي الإيمان بالكلية ضارب بالنفاق. وأما من يتكلم على سبيل الإجمال أن الساعة قد قربت ودنت، فإن هذا هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان خبيرا بسره وأمره عليه الصلاة والسلام. والشرط الثاني من أشراط القسم الأول من النوع الأول، وهو أشراط الساعة الصغرى التي هي قبل الساعة مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. الأول الثاني موت النبي عليه الصلاة والسلام، الأول مبعثه، الثاني موته. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس عن عوف بن مالك قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك في قبة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والمراد بالموتان والموت الذي يدب في الناس فيهلك فيه خلق كثير. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يعني الروم، وهي أوروبا وأمريكا. ثم يغدرون، ثم يأتونكم على 80 غاية، على كل غاية 12,000، وبجمعها تخرج قرابة المليون شخص. وهذا لم يكن قطع. وفيه في قوله عليه الصلاة والسلام موتي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وهو موجود، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق على الإطلاق وسيد ولد آدم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام موته
هو من علامات الساعة وأشراطها، ويأتي معنى هذا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. في قوله عليه الصلاة والسلام أنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، وفي رواية على عقبي، يعني حينما أدبر يحشر الناس بعدي فتأتي قيام الساعة. وقيل المراد بذلك هو على قيام الساعة بين يدي الله عز وجل عند المحشر، وهذا مرجوح، والأرجح في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام موته عليه الصلاة والسلام هو من علامات الساعة، يحشر الناس بعده جيلا بعد جيل، فيحشر الناس إلى موضع المحشر وهي الشام، كما يأتي بيانه بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وأخذنا وقتا طويلا في بيان تأصيل أشراط الساعة والإشارة إليها، وندخل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم في سرد أشراط الساعة وبيان أدلتها وبيان ما يدخل فيها من فروع مما يذكره بعض من صنف في هذا الباب على أنه على سبيل الاستقلال، نذكرها على سبيل التبع. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يأخذ بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل هناك رد على أهل البدع الخائضين في أشراط الساعة؟ نعم، يوجد ردنا. من أعظم الردود ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامة البدع الأخذ عن الأصابع. قد جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن مبارك قال: الأصابر هم أهل البدع، أما الصغير الذي يأخذ عن الكبير فليس بمبتدع. يأتي بيانه بإذن الله تعالى. يقول: ألا ترى أنك شددت في مسألة الاجتهاد في تعيين أشراط الساعة؟ إن بعض أهل العلم اجتهد في ذلك فلا يكون كافرا كالسيوطي أو ممن آمن الفرية. كلامي واضح وبين ولا يحتمل مثل هذا الكلام. أشرت إلى أن من حدد الساعة بوقت معلوم أنه منزوع الإيمان، وهذا مقطوع به عندي وعند غيري من أهل السنة والإسلام. وأما من تكلم على وجه العموم من أن الساعة قد اقتربت وأنها في هذا الحدود ونحو ذلك، فهذا يجتهد فيه السلف والخلف كالسيوطي رحمه الله. ندع الكلام على أشراط الساعة التي تأتي حتى لا نقع في التكرار. يقول هنا: هل الجن يعلمون ما في نفس الإنسان؟ ما في نفس الإنسان على نوعين. النوع الأول ما يكون الإنسان من وساوس قد جلبها إليه بنفسه، أي بذات الإنسان، قد تولدت من الإنسان بنفسه من الخواطر التي يريدها الإنسان، هذه لا يعلمها الجن ولا الشيطان. أما ما في نفس الإنسان من وساوس أوحاها له الشيطان من تشغيلات وأهواء ومطامع ورغبات، هذه يعلمها الشيطان لأن أصلها من الشيطان. أما ما في قلب الإنسان مثلا من رغبة بالطاعة أو رغبة بالعبادة أو رغبة بعمل مباح أو تفكير ونحو ذلك، هذا لا يعلمه الإنسان، لا يعلمه الشيطان، لأنه متولد من الإنسان ولا يصل إلى الشيطان إلا بوسيلة عرفت سببا أو عرفت شرعا، ولا سبيل إلى الشيطان في هذا. الدرس القادم طبعا في صلاة الساعة في يوم الأحد بإذن الله تعالى في مثل هذا اليوم، يمتد إلى 4 أسابيع، وقد نزيد 5، وقد نكتفي بال4 بحسب الحاجة.
يقول هنا: كيف الجمع بين أنه لا تقوم الساعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحديث في صلاة الكسوف عند البخاري قام فزعا يخشى أن تقوم الساعة؟ أولا هذا المعنى لا يخلو من تأويلين. التأويل الأول أن يكون يخشى أن تقوم الساعة هو من تأويل عائشة عليها رضوان الله تعالى أو تأويل أسماء، وذلك أن الخبر قد جاء من حديث فاطمة بنت المنذر عليها رضوان الله تعالى عن أسماء عائشة عليها رضوان الله تعالى. ويحتمل أيضا أن معنى آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة تعلقه بالله عز وجل وأمر الآخرة يبادر إلى ذهن الإنسان قرب هذا الأمر. ويشار إلى معنى آخر محتمل أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام لشدة تعلقه بالشفقة على هذه الأمة يخشى أن يأتيها أمر الله عز وجل فيعاقبه الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التخفيف على هذه الأمة بالسؤال، ويظهر هذا في تخفيف الصلوات الخمس من 50 إلى 5 صلوات بالتدرج المعروف في حديث الإسراء في حديث أنس وغيره. وكذلك يظهر أيضا في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لربه ألا يعذب هذه الأمة بسنة وألا يسلط عليها من غيرها من يستبيح بيضتها، وهذا من رحمة الله عز وجل. فإذا تعلق الإنسان بشيء خاف عليه، وهذا الخوف لا يناقض هذا الأمر. والمعنى الأول هو الأولى، وهو أن يكون هذا من عائشة عليها رضوان الله تعالى، والله أعلم. القرب يختلف بالنسبة للساعة. الساعة من جهة الأصل قريبة، القرب من جهة الأصل للساعة قريبة. قد يعضد ذلك رؤى يعلم بها الناس أن ثمة قرب أظهر من هذا. وأذكر أنني رأيت رؤيا قريبة وهي من هذا الباب ليس تعلقا من هذه الرؤى. رأيت أن صحيفة في جو السماء نشرت وقد كتب عليها: قل للناس أن الساعة قريبة، قل للناس أن الساعة قريبة. هذه رأيتها بنفسي قبل مدة يسيرة، ونسأل الله عز وجل أن يلطف. كثير ممن يتكلم في هذا الأمر في أشراط الساعة ويصنف في ذلك، إما يكون من أهل العلم والدراية وصنف في ذلك ويشكر في هذا ويعتنى في كتابه ويستشار في ذلك أهل العلم في هذا، وثمة كتب للمعاصرين في هذا الباب جيدة في هذا، ولكن الإشكال فيها أن هي محاكاة لمصنفات أخرى لكن بأساليب تختلف، وهذا هو الأكثر. وهناك من يصنف أيضا للتجارة، وقد صنف أحدهم كتابا في هذا الباب سماه عمر أمة الإسلام، يعني ترتيب عمر أمة الإسلام، وطال الناس في هذا الكتاب وبيع منه مصنفات كثيرة جدا. وحتى قال مؤلفه لما انتهى الزوبع قال أنني حصلت ما أريد وبيع من الكتاب ما بيع، وأصبح الرجل ثريا، وبين أمره هذا بعد انتهاء الأمر. وهذا يدل على أن الناس إذا لم يرجعوا إلى أهل العلم يضلون حتى في أمور يسيرة. وكذلك يدل على ما أشرنا إليه سابقا أن النفوس تتشوف إلى الغير، يحبون ماذا يحدث، ولهذا ينساق كثير من الناس إلى مسألة الكهان والعرافين، ماذا يحدث له غدا والعياذ بالله، وماذا يأتيه من رزق ونحو ذلك.